بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله، ودايما كده زايدين مش ناقصين بإذن الله. ده يا جماعة الحمام الصعيدي بتاعنا الجميل، وعليه خلطة صعيدية جميلة جدا، اتمنى تجربوها، لا تقولوا لي فريك ولا رز، يعني خلطة من الآخر. هعملها لكم النهاردة. البداية بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ده يا جماعة القمح بتاعنا الجميل. واحنا بقى أنا عملته عند جيراننا، عندهم رحاية بترحل القمح، بتكسريه نص تكسيرة. جبته وغسلته كويس جدا، بعد كده حطيت مية على النار، وأول ما غلت نزلت فيها القمح بتاعي، ودي اسمها دشيشة يا جماعة، الدشيشة بتاعتنا الصعيدية. وسبتها بقى لحد ما تستوي على النار. على العين التانية بقى أنا هعملكم جوز بالدشيشة وجوز بالرز. حطيت بقى حلة على النار وقطعت فيها بصلة صغير جدا، وغسلت الرز بتاعي، حمرت البصلة، وبعد كده نزلت بالتوابل، بعد كده بالرز، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالمية، بس ما كترش مية بقى، شوية قليلين خالص، عشان خاطر انا عايزة الرز مش مستوي، لا نص سوا. وغطيته بقى ورحت للدشيشة بتاعتي، لقيتها استوت وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. وصفيتها بالمصفى كويس جدا، لازم تصفيها بالمصفى كويس جدا. بعد كده قطعت بصلاية وحطيتها في حلة، وبعد كده حطيت لها معلقتين زيت ومعلقتين سمنة وحمرتهم. البصلاية حمرتها، وبعد كده دي توم يا جماعة وقرنين فلفل أخضر دقيتهم في الهون. بعد كده نزلت بقى على البصلة وشوحتهم مع البصلة بقى وحمرتهم. بعد كده هنزل دلوقتي بالدشيشة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، اقلبها بقى كويس جدا بالثوم والبصلة والفلفل، واحط التوابل بتاعتي بقى، الفلفل والملح والشطة وربع معلقة كمون يا جماعة، لازم تحطوها مهمة جدا. وقلبيها كويس جدا على النار، وبعد كده اطفي النار عليها بقى. وادي الرز بتاعي جاهز للحشية، ولا الدشيشة بتاعتي جاهزة برضو زي ما انتوا شايفين كده. لون الرز محمر كده من البصلة يا جماعة، بديها طعم حلوة جدا البصلة للحشو الحمام. غسلت الحمام بتاعي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي بقى افرغ الجلد اللي تحتي عشان احشيه برضو. لازم تفرغيه كده بصباعك كده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده احشي، حط الحشوة فيه برضو، بدي تاكل كده الحشو من جوا ومن برا، تبقى طعمة جميلة جدا. بحيق بقى الحمام بتاعي، بجيب ملح وفلفل وحيق بقى الحمام من جوا بقى لازم. واحشي بقى الدشيشة بتاعتك. عايزة اقول لك بعد ما دقنا امي داقت الدشيشة كده معلقة خدتها، قالت لي لا احشي كل هنا بالدشيشة، ما تحشيش بالرز. فانا حشيت واحدة بس بالرز والثلاثة بالدشيشة، والله العظيم طعمها جميل جدا جدا جدا. الفريك طعمه حلو وكده، هو الفريك بيكون القمح لسه اخضر، بس لما تعملوه بالقمح المستوي والحلو بتاعنا ده بتديله طعم حلو جدا، اتمنى تجربوه. زي ما انتوا شايفين كده حشيت بقى كل الحمامية. وبعد كده ببتدي بقى تحت الجلد بقى، لازم بقى تحشي تحت الجلد كله كده، عشان كده تاكل الحشوة كده من جوا ومن برا كده، وطعم الحمامية كده مليانة كده وتبقى جميلة جدا. لو ما لحقتيش بقى الحوصلة بتاعتها بقى من فوق عند الرقبة كده، وابتدي احشي فيها برضو، ما تخليش بس ما تحشيش جامد يعني، عشان ما تتفرتكش معاكي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بخلص بقى كل الكمية بتاعت الحشو بقى. دلوقتي انا خلصت حشيت الدشيشة، دلوقتي بحشي واحدة زي ما قلت لكم، حشي واحدة بس بالرز. والله خلطة الدشيشة دي يعني حتى لو فاضت منك وحشيت الحمام بتاعك وفاضت منك، تاكليها كده بالمعلقة، هي مستوية بس تخلي فيها نسبة قرمشة بسيطة كده عشان تكمل سواها في الحمام، ما تسويهاش وتهريها جامد لا. خلصت كل الحمام بتاعي، دلوقتي حطيت الحلة بتاعتي على النار، وحطيت لها ملح وبصلاية وورق لورا زي ما انتوا شايفين كده.
بعد كده هسقط بقى الحمام بتاعي. انا جبت الحمام بخيط بقى وربطته كويس جدا عشان ما يتفرتكش معاكي. بتغطسيه وتطلعيه بسرعة 2-3 كده عشان تديله صدمة، ودي مهمة جدا يا جماعة، خطوة مهمة جدا انك تغطسيها عشان خاطر تديها صدمة عند الرقبة بتاعتها فتقوم قافلة معاكي. فلو ما عملتيش كده سقطت الحمام بتاعك في المية السخنة فيقوم ياخد صدمة كده ويروح يفرتك منك. انما لما تديله صدمة وتطلعيه وتديله صدمة تاني فتقوم عند الرقبة قافلة، فيقوم يقفل معاك ويطلع لك زي ما هو، ما يتفرتكش منك ولا اي حاجة. دي خطوة مهمة جدا في تسوية الحمام يا جماعة. وزي ما انتم شايفين كده ما كملش 3/4 ساعة واستوى معايا وزي الفل. وادي طلعت منه الخيط كله، لازم تطلعيه بقى وتكسر الجناحين بتاعته والراس بتاعته، وحمرته بقى، حمرته في طاسة على النار. والله العظيم طعمه جميل جدا، اتمنى تجربيه بالدشيشة. انت لو مش عندك رحاية، احنا عندنا جيراننا عندنا رحاية بترحل القمح، فجيب القمح وفي الهون وكسريه نص تكسيرة هيديكي نفس النتيجة. وزي ما انتم شايفين كده الحمام بتاعي والطعم جميل جدا، اتمنى تجربوه. وعايزة اقول لكل اللي بيشترك في قناتي انا مبسوطة جدا جدا بيه، واتمنى اكون عند حسن ظنكم وتشوفوا معايا كل جديد ان شاء الله. واللي لسه ما اشتركش اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد عندي في الصعيد. من اختكم ام مرمر في الصعيد، والله بحبكم في الله جميعا جدا جدا جدا. وادي الحمام بتاعي زي ما انتم شايفين كده، يعني الطبق بيتكلم عن نفسه، يعني الواحد عايز ياكلهم، يعني مش هتشبع منهم بصراحة زي ما انتم شايفين كده. وشايفين من جوه بقى، شايفين، والطعم طعم خطير جدا جدا جدا، اتمنى تجربوه. انا فتحت كده وخدت لي معلقه كده، والله العظيم يعني عايزه اقفل بسرعه الفيديو عشان اكمل الوحده بتاعتي. يعني الطعم جميل جدا وخطير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.